2022 خدت منك ايه؟ لا مش 2022، 2019. خدت ايه؟ مامتي الله يرحمها. وعايزه اقول لك ان انت لو كنت عايشه دلوقتي كنت هتفرحي جدا بليلى وايسل. طبعا انت كنت هتحبيهم جدا، انت كنت بتحبي ليلى من قبل ما تشوفيها. فعندي ايسل دلوقتي كتكوته خالص. عايزه اقول لك يا ماما يعني استنيني باذن الله في الجنه ان شاء الله. ما فيش يعني قعدت طبعا اترحم عليها بالزياده، يعني ان انا على طول وبعدين فضفضت لجوزي طبعا، وقعد بقى ربنا يبارك لي فيه يا رب يحفظه، قعد يقول لي انا عارف ان انا مش هقدر اعوضك عن مكان امك، بس انا ابوكي واخوكي واهلك كلهم وانا اللي حبيبك وكده. طبعا حبيبي ونور عيني وجوزي ابو ولادي، ربنا يخليك ليا يا رب ويحفظك. طبعا انت السبب بعد ربنا في ان انا بكمل تعليمي لحد دلوقتي، وطبعا يوم ما هتخرج هيكون الفضل ليك بعد ربنا الاول ان انا باذن الله اتخرجت من التعليم يعني بعد سنين طويله. وعايزه اقول لك ان انا بحبك، ربنا يديمك ليا في حياتي يا رب ويخليك لينا انت واولادك يا رب يا حبيبي. يا ريت كل الناس تدعي لها، يعني يا ريت كل الناس تدعي لها وتقرا لها الفاتحه، ونكون احنا عملنا حاجه حلوه. هي ذكرى مامتك يوم ايه؟ يوم 16 اسمها 16/6. 16/6 يعني عدت، مش مشكله، يعني مش مشكله نكون عملنا حاجه حلوه ليها يعني. باذن الله. يعني في بدايه ما حد يقول لك ان شخص راح عزيز عليك، انت ممكن تاخد الخبر وتروح وتحضر جنازته وتاخد العزاء بتاعه كل حاجه، بس بعد كده بقى مع الوقت بقى مع الايام كل ما الوقت بيمر كل ما تحس ان الموضوع بقى اصعب، وتحس ان انت بقى ابتديت بقى فعلا واقع ان الشخص ده مش موجود. كنت حامل في بنوتي الاولانيه يعني ربنا يبارك فيها، فانا بالنسبه لي كانت كل ما يجي تقريبا قرب عيد ميلاد بنتي افتكر قرب يعني اللي هو لحظه وفاه امي الله يرحمها. الفتره قريبه جدا يعني بينا وبينها 3 أسابيع. ايوه وحشني حضنها، لما اول ما بشوفها كده كانت على طول بتحضني فاهمني، يعني عشان كانت ساكنه في نفس البيت معايا فكنت بنزل لها واول ما تشوفني كانت تروح حضني. ده اللي وحشني جدا. وحشني اما تتصل على تليفوني كل يوم الصبح، كل يوم الصبح تتصل بيا عشان تطمن عليا، فوحشني ان كلمه ماما تظهر على الشاشه بتاعتي يعني. وحشني جدا عشان صوتها الله يرحمها. قدامك فرصه ان انت ترجعي يوم من ايام اللي كانت معاكي انت ومامتك، ترجعي انهي يوم؟ ارجع انهي يوم؟ الفتره اللي انا كنت قاعده فيها معاها السنه، يعني لو هي كانت موجوده دلوقتي كانت تتمنى ان هي تشوف اولادي، لان هي كانت تتمنى ان هي تشوف اولادي. اللي انا هي بقى كانت عايشه الفتره اللي كانت عايشه فيها كذا يوم بصراحه مش قادره احدد يعني، بس كذا يوم. بقى من الثانويه كانت مامتي بقى عملت لي زي حفله وكده، بس ما كنتش اتوقع خالص ان ماما تعمل لي حفله يعني، فعملت لي بقى حفله والكلام ده، وعملت لي اكل بحبه وجابت لي يعني فستان جميل والكلام ده، فكان يوم حلو بالنسبه لي. اليوم التاني بقى ان يوم جوازي مامتي الله يرحمها، على الرغم ان هي كانت تعبانه جدا وجايه لي الفرح بكرسي متحرك، بس انها كانت بتعيط، واول مره اشوف بقى ماما بتعيط من الفرحه الفرحه يعني، فبتعيط جدا وبجد كان موقف مؤثر، كنت فرحانه من جوايا جامد يعني على فرحها هي فاهمني. كان اليوم ده فعلا اكتر يوم فعلا هو ده يوم الفرح بصراحه. اكتر يوم نفسك ان هي تبقى معاكي فيه؟ اكتر يوم دلوقتي نفسي ان هي تكون معايا تبقى معايا لما اجي اتخرج من الجامعه، ولما عيالي وان هي تشوف عيالي يعني ان هي تشوف اولادي. كان نفسك كانت بتقول لك حاجه بالمناسبه الحته يعني اللي هي عيالي حصلتك في فتره وانت حامل صح؟ كانت بتقول لك ايه؟ ايوه كان لما كنت بجيب هدوم بقى للبيبي كده، عشان كنت في اواخر الشهور زي ما قلت لك، انا ولدت قبل ما تتوفى ب3 أسابيع. يعني عندي فستان لحد دلوقتي فعلا شايلاه، هو لونه كده اللي بيسموه ايه اللي هو سموزي ده، مش اسمه لونه يعني بحبه اللون ده عشان مامتي هي اللي جايباه فاهمني. ده اكتر فستان كان مفضل بالنسبه لي؟ بلبسه لها كتير. لا وكنا فستان ولبستها لاختها التانية برضه. لبسه لها لحد دلوقتي شايلاه بصراحه. هتشيليه خلاص؟ هشيله طبعا.
انت عايزه تقولي لها ايه؟ عايزه اقول لها ايه؟ عايزه اقول لها يا ماما ربنا يرحمك يا رب، ويجعل يا رب كل تعب ليكي في الجنه كده، يبني لك ليه بيوت زي ما انت كنت بتحلمي، ومتقلقيش انا بعمل اللي انت قلتي لي عليه بالظبط واكتر، وكل يوم ما بنسكيش، يعني في كل خطوه كده انا بمشي فيها انا بدعي لك يا ماما. كانت ظروف خاصه يعني كنت بمر بيها. حسيت ان انا فعلا ماليش حد في الدنيا خالص، معلش ما تزعلش مني يعني، لا اهل ولا اي حاجه. حسيت ان انا فعلا محتاجه امي جدا. حسيت امي هي اللي يمكن كانت لو كانت موجوده بعد ربنا هي اللي هتكون سبب في انها تخفف عنها جامد. مبدئيا كده قبل ما ابدا معاك اللقاء، فحابب اقول لك ان اللقاء ده هيترفع على النت، تمام، على بيج اسمها CRC، فموافقه ان اللقاء ينزل عليها؟ موافقه. لو عايزه تسالي حد من اهلك قبل ما نبدا الفيديو وبعدين تقولي لي تيجي تعملي اللقاء، ما عنديش مشكله. لا عادي. عادي، بس خلاص. عايزه اضحك من قلبي.